يلا توفير ونحضر الكاندي بالبيت. هنحضر مع بعض ألذ كاندي ممكن تحضروه بمكونات بسيطة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، وكمان لو ما اشتركتوش تلحقوا بسرعة تشتركوا. يلا نبدأ، بسم الله. انا هنا معايا نوعين من الجيلي، نوع الاول بنكهة الفراولة والنوع التاني بنكهة الكريز. انتم فيكم تستخدموا اي نوع انتم تحبوه او تفضلوه باي نكهة او اي فليفرز انتم تحبوها. دي حاجة هترجع لكم وترجع لذوقكم، او انتم بتحبوا الكاندي بنكهة ايه بالظبط. انا هنا هبدأ احضر معاكم كاندي الكريز. هجيب وعاء ويكون عميق، ويفضل انه يكون عميق علشان الجيلي لما نرفعه على النار هيغلي وهيفور معايا فما يبهدلنيش. هنفضي كده محتويات العلبة او باكت الجيلي في الوعاء، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر وكمان معلقة كبيرة من الجيلاتين البودر الحلال، وهضيف عليهم فنجان صغير من المية بما يعادل 50 جرام من المية، وهديهم تقليبة كده كويسة جدا مع بعض لعند ما اتأكد انهم دابوا كويس جدا واندمجوا كويس ومفيهمش اي تكتلات. هبدأ ارفعهم على النار لعند ما يغلوا معايا بالشكل ده، وايدي مستمرة في التقليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدها هرفعهم من على النار، وبعد ما رفعتهم من على النار هديهم تقليبة كده كويسة جدا مع بعض لعند ما اتأكد ان هم بردوا شوية. هبدأ اضيفهم في حاجة ويكون ليها بوز بالشكل ده. وانا هنا هستخدم قوالب سيليكون. القوالب السيليكون دي تبع الشوكولاتة، بنستخدمها في الشوكولاتة. هنبدأ نضيف بالشكل ده. لو ما عندكوش لقوالب السيليكون ففيكم تستخدموا القوالب بتاعة مكعبات التلج، هتدهنوها دهنة خفيفة جدا من الزيت، وبعدين هتصبوا فيها الجيلي بالشكل ده وهيطلع معاكم احلى كاندي. وعايزة اقول لكم ان حاليا في قوالب خاصة بتتباع مخصصة للكاندي انكم تعملوه في البيت. لو في ريم او رغوة بالشكل ده فهنبدأ نشيلها كده. هنضيفهم على برد وهسيبهم شوية يبردوا، وبعدها هدخلهم التلاجة لمدة ساعة. وهنا بقول لكم انا حضرت ده كاندي الفراولة او جيلي الفراولة. وبعد ما قعدوا ساعة في التلاجة خرجتهم ودهنت ايدي دهنة خفيفة جدا من الزيت، وهنبدأ نضيفهم على حاجة بالشكل ده. فيكم بقى تحفظوهم بعلبة بالتلاجة وفيكم تحفظوهم برا، المهم ان هما مش هيسيحوا، تأكدوا من ده تماما. وبكده بقى جاهز معايا احلى والذ كاندي ممكن تحضروه بالبيت. شوفوا ده شكل اللي بالفراولة، شايفين جماله وطعمته بجد تحفة جدا. شوفوا كمان المطة بتاعته قد ايه هو ستريتش جدا، شايفين الجمال. وده بقى اللي انا حضرته معاكم اللي بالكريز. شوفوا كده بقى الجمال بجد تحفة يا جماعة. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم.